انا اهو انا اهو انا اهو انا اهو يا ناس. انا اهو انا اهو انا اهو انا اهو. خد يا انا اهو انا اهو يا عم. انا اهو انا اهو انا اهو يا لهوي. انا اهو انا اهو انا اهو. إلهي يرضيك، ربنا ينجح مقصدك، ربنا يجعلك فوق مش تحت. انا فوق اهو مش تحت. ايه ده؟ ومحدش بيشحت في البلد دي غيرك ولا ايه؟ بس انت راجل طيب وشفتني ايام الشقه، من حقك تتدلع معايا. امسك يا عم. ربنا يجعلك مشهور ونجم النجوم. امين يا رب امين. ما تمسكنيش من ايدي اللي بتوجعني بقى. خد يا عم. ربنا يحبب فيك خلقه ويخلي الناس تشاور عليك وانت محبوب. يوه. امسك امسك امسك. عارف يا راجل يا طيب، عارف مين اللي في الصورة اللي هناك دي؟ مش واخد بالك يا ابني؟ النظر بعافية شوية. ده أنا سعد نصار، بطولة أول فيلم ليا. ربنا يزيدك يا سعد ويديك من فضله. آمين يا رب آمين يا رب. ويكتر حللك يا حرامي الحلة. آمين يا رب. خد تعالى هنا. ما أنت شفت زي الصقر أهو، عرفت اسم الفيلم. ايوه يا ابني، بس الهي ربنا يرضيك. بس خلاص، مفيش فلوس تاني خلاص. اتكل على الله. انا ما شفتش انتاج مين يا ابني. مش انت مالك؟ انت امشي يا عم. اهلا اهو كده وسط البلد بقالها معنى. مش للدرجه دي. لا والله واكتر يا ابني. احنا روح المكان، نغيب المكان ما يبقاش ليه اي لازمه. اخباركم ايه؟ بخير. تقريبا اتخطبنا. بجد؟ رجب طيب شبه سالم. وسحر زاد الرحله يا مسعد. مبروك. اهي مبروك دي انا كنت مستنيها منك انت اكتر واحد. حب سحر ليك ما خلانيش اتضايق ولا غير ولا تردد، دي مشاعر بتاعت ربنا. وبعدين سحر جدعه، مش هتخلي نفسها ولا قلبها يبصوا لك طول ما عيون رجب محوطاها. يا رجب احنا اتفقنا انها فترة خطوبة ومحاولة قرب قابلة للفشل والنجاح، يعني مش قرار نهائي. ايوه حصل. وبعدين انا حبيت بنات كتير قبل كده، من اول ذات الحسن البديع في بلدنا نعمات جد الله، مرورا بالعشرات، واخرهم كانت عمتك شيرين هانم. هو انت مش عاهدتني يا رجب انك تحاول ما تبقاش مدب فترة الاختبار دي؟ ايوه قلت لك ان انا مش هتنازل عن طبيعتي الخلابه. يوه ايه؟ اتفضل. يا نجيب بيه يا نجيب بيه، شفته يا نجيب بيه، شفته، انا شفته بعيني دول. مسعد؟ لا مسعد ايه، شفت الافيش، افيش فيلم حرامي الحله سعد نصار، شفته على الطريق وانا جاي. انا مش قادر اصدق نفسي، مش عارف اعيط من الفرحه ولا ابكي من السعاده، اعمل ايه؟ انا شفته بعيني. مبروك يا حبيبي الله مبروك. يبارك فيك. ربنا بيرزق الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه وحرامي الحله. الحمد لله، ربنا بس يكتب لنا النجاح. بقول لك يا نجيب بيه، عايزين نتبع عجل. ليه؟ عشان ربنا يبارك لنا. ماشي يا سعد، نذبح عجل. بس قول لي، هي الافلام الامريكاني اللي بتجيب ملايين دي بيذبحوا عجل برضه؟ اكيد لا، بس احنا دي تقاليدنا في مصر. انت عايز ربنا يبارك لك بجد، عارف تعمل ايه؟ ايه؟ تروح تفرح ابوك وامك واخواتك. انا فعلا نصار وكريمه وحشوني وهيفرحوا قوي كمان. وده حقهم، روح لهم فرحهم يا سعد. والله انت راجل طيب، عشان كده ربنا بيبارك لك، عشان هنا ابيض. انت كمان ابن حلال. بجد؟ طبعا. شغل؟ ايوه. هنا؟ ايوه حضرتك. هتشتغل ايه؟ هكون مسؤول عن تثقيفهم او الترفيه، اي حاجه.
ايوه بس المرتبات هنا ضعيفه جدا. حضرتك انا مش فارق معايا الكلام ده. طيب مفيش مانع ان احنا نجرب 3 شهور. متشكر جدا. الله، حلو قوي يا سعد. إلهي ربنا يخليك ليا ويبارك لك عقبال ما نجيب شبكتك. القصه مش قصه هدايا ولا فلوس، القصه قصه ان انت طلعت اصيل وثمرت فيك العشره والتربيه يا سعاد. وحشتنا قوي يا سعد. هو ايه بقى يا سعد، احنا مش هنشوفك كده غير كل فين وفين؟ وانا ليا مين في الاخر غيركم؟ ما انتوا اهلي. والله انا لو اطوع روحي اجيلكم كل يوم. تعالى كل يوم واتغدى معانا وبيت كمان. ربنا ما يحرمني منكم. انا فرحان دلوقتي اني شفتكم اكتر ما شفت الافيش. شفت الافيش؟ صوره كبيره بالالوان، اعلان للفيلم بتاعي بطولة سعد نصار. طب كويس ان اسم نصار موجود وهيفضل موجود لاخر يوم في عمري. بقول لك ايه، انا مش هسيبك تمشي النهارده، هتبيت معانا. ايوه والنبي يا سعد. لا انا همشي، بس اوعدكم ان انا هاجي كتير الفتره الجايه ولازم تشوفوا الفيلم. والله يا سعد انا حاسه انك هتبقى احسن نجم في الدنيا. اسمه ايه الفيلم ده يا ولا؟ اسمه حرامي الحله. بس كده. ايه وحش؟ لا يا حبيبي، حلو قوي. حرامي الحله ده جميل خالص. ومين بقى اللي عامل دور الحرامي؟ انا كمان. لا يا رب ينجحك انت والحله وكل اللي يشوفك كده. حبيبي. وعندئذ صاح به عبده وأراد أن يفهمه أن كل ما قاله اللي هو سليم لا يهم ولا يخصه ولا يثبت عليه شيئا. فاهمين حاجة ولا إيه؟ لا. مش مشكلة. المهم دلوقتي عايزكم هتغمضوا عينيكم، تركزوا كويس وتسمعوا اللي أنا بقوله تحسوه. ماشي؟ وبعد ما أخلص هتقولوا لي حسيتوا بإيه. ركزوا كويس عشان القصيدة صعبة. طيب قبل أي حاجة أنتوا عارفين يعني إيه كمان؟ طيب الكمان هو الكمانجة. انا عارف. جدع هشام. عرفتوها؟ هي دي الكمان. يلا هنغمض عينينا بعد 3. 1 2 3. بيقول الشاعر العظيم أمل دنقل: لماذا يتابعني أينما سرت صوت الكمان؟ كان الشاب يعتقد أنه لقاء عابر مجنون بينه وبين العجوز الذي قال له فجأة: أنا أبوك. غادره بلا اكتراث وظن أنه لن يتذكره ثانية، لكن الأمر كان أكثر صعوبة. حنين دائم جعله يجوب الشوارع لعله يلقاه، فيأخذه في حضنه ويبكي ويقول له: أين أنت يا أبي؟ أستاذ مسعد ممكن صورة؟ هنا أستاذ مسعد. شكرا يا أساتذة، شكرا. ودلوقتي نفتح باب الأسئلة وتعليقات جمهور القراء. بعد إذنك أنا ممكن أتكلم قبل الأسئلة؟ نجيب بيه طبعا، اتفضل. مبروك للكاتب مسعد نجيب زاهي زركش. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. أنا عايز أقول إنك موهوب وشاطر، وابني اللي أنا فخور بيه. إذا كان في أمنية ممكن أتمنى إنها تتحقق، إن أنا أبقى زيك أعرف أكتب، عشان أكتب رواية أسميها الابن. لكن خلاص هي ما عندهاش لازمة. الأمنية دي اتحققت فيك، لأن أنت هو أنا بالظبط. أنا كده نجحت، وده كان أكبر نجاح ليا. نجاحك هو أكبر نجاح عملته في حياتي. ومش أنت بس، أنت وسعد وسعيد ونانسي ومؤنس. ده أنا عندي ولاد كتير أوي. شكرا يا أولادي، شكرا إنكم خليتوني أب. شكرا.
سمحت يا طارق. الله يبارك فيك، ميرسي. اتفضل. سعد اللي عنا يا سعد، الله لا يقسيك. كفايه كفايه يا حبيبي، خراب بيوت. على فكره حرامي الحله نجح. 7760 جنيه بتقول لي نجح؟ طب ازاي؟ النجوميه مش ايرادات. لا يا حبيبي، عندنا ايرادات. طب على فكره حرامي الحله ده فيلم هيعيش قدام 50 سنه، هيعيش اكتر من اي فيلم. تعيش انت. طب هخلي نجيب بيه يمولك في الجزء الثاني، انت مالك انت؟ طيب سيبني دلوقتي يا سعد، سيبني دلوقتي. طب استنى. بص خد ده الكارت بتاعي، عدي عليا في شقتي الجديده وهات العقود معاك، نمضي وعد المكاسب بقى. عد بقى. ماشي يا سعد. بس سعد، انا شفت الفيلم بتاعك حلو قوي. ممكن ناخد سيلفي؟ بجد؟ بجد. يلا. شايف وقابلني. اطلع.